كاتبنا العالمي نجيب محفوظ كان بيقول إنه أقصى درجات السعادة إنه الإنسان يلاقي نفسه في عمل. في الحقيقة ضيفي لقى نفسه في عالم الفن، وبكل هدوء وثبات بقى يخش من دور ورا التاني وقدم شخصيات كتيرة وشخصيات مختلفة جدا: زوج الأخت الانتهازي، الأخ المسيطر، الفنان الحساس، العاشق المجنون، وشخصيات تانية كتير. شخصيات كلها مختلفة لكن كلها مؤثرة لأنه عارف يقنعنا بيها. شخصيات حبيناها أحيانا وكرهناها أحيانا، لكن الحقيقة إنه الشخص ده والفنان ده مجتهد جدا، قدر يثبت لنا إنه أقصر طريق لقلب الجمهور هو الصدق. عشان كده أنا سعيدة جدا إنه ضيفي يكون الفنان تامر نبيل. أهلا بيك. اهلا يا سيما، عامل ايه؟ ميرسي على الكلام الحلو. تامر، أنت طول عمرك بتحب عالم الفن، ومن وانت صغير اشتركت في برامج تلفزيونية ده حقيقي. واشتغلت مسرح في مسرح الجامعة. مم. بس امتى النداهة دي تحولت إلى قرار؟ هو اكيد مش عارف توقيت القرار بالظبط، لان هي حاجات بتبقى متراكمه، بس اعتقد انه هو اتزرع من زمان. يعني اعتقد ان من زمان، لا من وانا صغير، وانا فرجة الفيلم بالنسبة لي حاجة مهمة. لما المجلات بتاعتنا اللي كانت في وقتنا المصورة اللي كان فيها حواديت كتير دي، أنا كان بالنسبة لي أكتر حاجة، يعني ما كنتش بروح للعب والجيمز اللي فيها أكتر ما كنت بروح للحدوتة. فأعتقد إن هي إمتى اكتشفت مش هبقى عارف قوي، بس هي حاجات ورا بعضيها واوقات حاجات قدريه بترجعك تاني. يعني انا مثلا في فتره لعبت مسرح لغايه وقت معين، بعد كده عشان الدراسه سبتها شويه، لقيت نفسي رجعت تاني للمسرح لما دخلت في مرحله اخرى. مش هقدر احط ايدي على الوقت بالظبط. درست تجارة وانت عارف ان انت مش هتشتغل بالشهادة دي من جواك. فخليني اسألك، اهلك بقى استقبلوا ازاي الخبر ان انت عايز تكون ممثل؟ انا الحمد لله، يعني اهلي كان عندهم النبته شويه. يعني انا الوالده برضو كانت من زمان كانت تسجل اغاني بتاع، ترسم، كانت بترسم كويس جدا جدا جدا. فاعتقد هم بالعكس، هم في جزء كبير جدا هم زرعوه فيا. يعني حته حب الفن ان كان بالنسبه لهم ان هم يسمعوا اغاني جديده نازله، او حاجات مثلا لشاديه، لسعاد حسني، لاي حد من مطربينا الكبار زمان. فاعتقد لا، هم اللي زرعوا الحاجه. طبعا زي اي اهل مصريين كان بالنسبه لهم لا، امن مستقبلك لانه ده مجال مش مستقر. وهم عندهم حق في حاجه زي كده، ولكن في النهايه انت لما بيبقى عندك شغف تجاه حاجه، هم كان عندهم الصدر الرحب بتاع ان هم يستوعبوا لا انه ده اللي هو بيحبه، ده اللي هو عايزه. فانا الحمد لله يعني نصيبي كان كويس ان انا اهلي كانوا بالاستيعاب ده. حتى لو كان ده في وقت من الاوقات الفن مثلا ما كانش ماشي معايا بالشكل اللي يخليهم يقتنعوا، بس هم كانوا سبورتد جدا، يعني جدا، حتى في الفترات اللي كانت صعبه وما كانتش فيها اي علامه تدل ان انا هعرف اكمل في الموضوع. طب خلينا متفقين على حاجة، لما الواحد بياخد قرار شيء ولما بينفذ القرار شيء تاني. انت زي ما قلت اخدت القرار جواك انك عايز تكون ممثل، واهلك كانوا مشجعين القرار ده جدا، يعني حتى لو هم خايفين عليك. بس بحس انه دايما لما الواحد بياخد قرار مهم في حياته بيجي الكون كده يختبره ويشوف مدى تمسكه بالقرار ده. ايه اللحظات اللي انت مريت فيها اللي انت حسيت ان انت ممكن تكون شكيت شوية في قرارك ده، او حسيت انه الموضوع هياخد منك مجهود اكتر من اللي انت متخيله؟ هو الطبيعي طبعا، يعني السؤال ده ما بينتهيش. يعني ممكن دلوقتي يبقى عندي الشعور ده في وقت من الاوقات، على الرغم من ممكن في الظاهر ان انا عامل خطوه ناجحه وستيب لطيفه، لكن انا بالنسبه لي لا، هو بتيجي كتير. بس طبيعي انه الاوقات اللي ما كانش فيها علامات على ارض الواقع ان انت هيجي لك فرصه او هتقدر تطلع الطاقه الفنيه اللي جواك دي في حاجه على نطاق اوسع من النطاق اللي انت بتلعب فيه، مثلا لو على مستوى مسرح الجامعه او على مستوى المسرح اللي احنا كنا بنلعبه. دي كانت فترات صعبه، بس هي دي برضو الفترات اللي خلتني اكتشف في نفسي حاجات هي اللي قدرت تخليني اعدي المرحله دي، وتخليني ابقى جاهز للفرصه لما جت. فهي على قد ما هي دي الفترات اللي ممكن تبقى انت ضعيف فيها وحاسس بالاهتزاز او بالتردد تجاه القرار ده، على قد ما هي دي الفترات اللي عشان انت قدرت تتصالح معاها شويه. يعني يا رب اكون قدرت اعمل كده، بس اقصد اقول ده شعوري بيها، ان انا قدرت اتصالح مع الفترات دي بشكل كويس وقدرت استفيد منها بشكل كويس. هي دي اللي خلتني جاهز للي جه بعد كده.
بس انت قلت كلمة مهمة جدا، انه الشعور ده معاك بشكل دائم، مم. وهي برضو مهنة معروف عنها الانتظار. انتوا دايما في حالة انتظار، انتظار الفرصة، انتظار نتيجة العمل اللي انت بتشتغل فيه، انتظار رد فعل الجمهور هيبقى ايه. الانتظار المستمر ده، القلق اللي بيجي معاه، انت بتحاول تتعامل معاه ازاي، او بتحمي نفسك ازاي من القلق المستمر اللي بيجي نتيجة الانتظار؟ ما هو الانتظار بتاع او يعني دي خبرتي، يعني الانتظار بتاع الفن مهم. بالذات هو مرتبط بشكل كبير جدا بان انت تقدر تقوي عضله الصبر، بتقويها ازاي؟ بان انت ترضى، بان انت تبقى باصص اكتر على اللي في ايدك، تبذل فيه اكتر حاجه متقنه ان انت تقدر تعمله كويس، من ان انت تفكر في انت حلمك عايز يروح لفين. لانه طبيعي الاحلام اوسع بكتير جدا من الواقع، او حتى ايقاعها اسرع. انت ممكن في حلم تحلم برحله حياتك كلها عادي في حلم، فينفع تتامل كل ده، لكن الواقع لا، ايقاعه مختلف، فلازم انت تبقى عندك الميزان بتاع الحاجتين. فبس. طب ايه الافكار الخاطئة اللي كانت عندك قبل ما تخش مجال التمثيل؟ حاجات اكتشفتها لما ابتديت تخش المجال ده وفهمت كواليس المهنة دي. مش هقدر اقف عندها بالظبط، بس لو على مستوى المهنه، انه في النهايه واحنا بنتعلم في المسرح وطاقه المسرح والكلمات اللي بتبقى في المسرح، مهم. آه، بتخليك دايما عندك الشعور الفني البيور خالص ده، اللي هو بتاع مش مهم الصناعه دي بتعمل ازاي، هو انا عايز اعمل الفكره دي او عايز اقول الكلمه دي. فاللي اتعلمته انه في وزن ما بين ده وده، لانه في النهايه اللي انت مستوعبه كفنان والافكار اللي بتدور جواك هي محتاجه معالج جوه عقلك عشان تقدر تطلع بيها للناس طريقة. بشتى انواعها. فدي اعتقد دي اهم حاجه ممكن اكون اتعلمتها في يعني في كل مراحل الطريق، ولسه طبعا بنتعلمها، يعني دي حاجه ما بتقفش. عارف، كلامك برضو بيفكرني بالممثل الكبير روبرت دينيرو، كان بيقول أوه. انه مش لازم تكون اذكى شخص عشان تكون ممثل، لكن لازم تكون ذكي جدا في اختياراتك كممثل. مم. قد ايه انت يعني مقتنع بالعبارة دي، وايه مفهومك للاختيار الذكي كممثل؟ انا بشوف طبعا ان فيها جزء من التوفيق، بس هو الاختيار الذكي مرتبط بانه تبقى انت طول الوقت قادر بنسبه طبعا انك تراقب نفسك في انت حاسس بايه ومآمن بايه لما يجي لك ورق وتقراه. لان اوقات مثلا انت بتبقى انا حاسس السنه دي ان انا كان نفسي العب حاجه تانية خالص غير اللي اتلعبت، وفي قراياتي بقى او في الحاجات اللي انا ممكن اكون بحلم بيها، لكن اللي جالي ده او الاختيار اللي قدرت اختاره في وسط الاختيارات انه ده اللي شدني. فالعالم اللي شدك ده انت لما بتغوص بيه بتقدر تطلع لازم تبقى مآمن قوي بيه عشان تقدر تعمله وتبقى مصدق، فيبقى ساعتها اختيار ذكي. يعني هي حاجات مترتبة على بعض اكتر ما هو ذكاء شخصي انت على طول بتعمله في كل الاعمال. لا، هو في كل مرة بيتغير شكله، فانت لازم تاخد بالك من نفسك، هو ايه اللي متغير فيك دلوقتي عشان تعرف تحسبها بشكل صح شوية. وفي النهاية طبعا التوفيق، لانه انت مهما خدت قرار انت بتبقاش عارف نتيجته بالظبط هتبقى عامله ايه. طبعا ده شيء اكيد مخيف، يعني برضو ان انت ما بتبقاش عارف مهما كنت مؤمن بالمشروع اللي انت داخله النتيجه بتاعته ايه. وبحس كمان ان هي مهنه متقلبه جدا، يعني في الاخر انت شاطر بقدر اخر عمل انت عملته. الجمهور مع الاسف اغلب الوقت بينسى كل الاعمال التانية، فبيركز على اخر عمل ليك. هل ده بيخليك تبقى يعني بتعيش حاله توتر جامد وانت بتخش مشروع جديد على اساس انه لازم تعمل ريستارت من اول وجديد، ولا بالعكس ده شيء بيحمسك وبيلهمك انك دايما تدور زي ما قلت على شعوري ايه، اقدر اعمل ايه، وكل مشروع بتغير من نفسك لحد ما؟ طبيعي بيبقى فيه قلق، بس انا ما بركزش مع القلق اكتر ما بركز انا مصدق الدور اللي انا داخل اعمله، مصدق الروايه نفسها كلها اللي انا فيها ولا لا، مصدق الحاجات الافكار اللي محطوطه جواها، مصدق اللي احنا عايزين نوصله من مشاعر جواها ولا لا. بركز اكتر ان انا اوصل للصدق ده اكتر ما بركز في حته الجمهور هيستقبله ازاي دلوقتي. لما بخلص البروسيس ببطل طبعا ببقى قاعد قلقان جدا 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 في حته انه هل الناس استقبلته زي ما انا عايز
تستقبله، ايه اللي وصل لهم منه. القلق بيبقى في المرحله اللي بعد اكتر، او برميه اكتر للمرحله اللي بعد ما انفذ، عشان ابقى خلاص انا مثلت، ما قداميش حل تاني. هي دي الفكره، يعني خلاص ده اللي حصل. تامر، انت من حظك برضو انك اشتغلت مع مخرجين مهمين زي محمد ياسين، مروان حامد، كريم الشناوي، وقلت ان هم اكتشفوا فيك يعني ابعاد او حاجات انت ما كنتش شايفها في نفسك. فازاي المخرجين دولت شكلوا وعيك كممثل؟ اولا طبعا التجربه، انت قلت اسامي 3 مهمين جدا جدا، يعني كتاثير كمان معايا في الطريق اللي حصل، او في الجزء من الطريق اللي حصل ده. طبعا اولهم يعني الاستاذ محمد ياسين، في النهايه انا بكاد اقول انه هو على قد ما انا كان عندي الثقه في التجارب المسرحيه لغايه لما قبل ما اقابل الاستاذ محمد ياسين، على قد ما حته انه في شخص ممكن من حديث عادي جدا في الفن عموما يقدر يوصل لك انك تبقى واثق في نفسك كممثل. فهو اول حد خلاني ابقى عندي احساس الثقه، لانه انا بالنسبه لي طبعا في وقتها انه استاذ محمد ياسين، استاذ وحيد حامد، الاسامي دي بالنسبه لي اسامي كلنا بنحلم نعمل اي دور معدي في الورق بتاعهم. هي دي الفكره. استاذ محمد لما وصل لي الاحساس ده، انا بالنسبه لي طبعا بعديه مش فكره بقى انت خلاص، انا محمد ياسين قال لي انت ممثل حلو فخلاص ما فيش حد يقدر يتكلم معايا. لا، مش بالمنظور ده، اكتر ما هي ليها علاقه انت اخترت صح. انت مختار حاجه، انت عندك التالنت بتاعها، انت مش مختار حاجه عشوائي. وكذلك استاذ مروان، وكذلك استاذ كريم، بشكل غير مباشر في النهايه، لما بيقدروا، لان هم دول نوعيه مخرجين انا بالنسبه لي دول اللي اقرب لقلبي، لانه هم بيعرفوك كبني ادم اكتر، ومش حاطين حيز تمثيلك في الحيز اللي شافوه فيك قبل كده. لا، هم بيحاولوا بالعكس، بيحاولوا طول الوقت. واعتقد ده باين كمان بشكل واضح جدا مع كريم ومروان، لانه الادوار مش شبه بعضيها خالص. فهم كمان فكره ان هم ياخدوا هذا الريسك معايا، انه يروحوا للحاجه اللي هم ما شافونيش فيها قبل كده. طبعا فتحوا لي حاجات كتير، ان انا طول الوقت كمان اكدوا لي انه ماشي في الطريق الصح. انا ماشي في الطريق صح، واحساسي كمان بانه لازم اختلف في كل دور، مش بس اعتمد ان احساسي كممثل حلو او شكلي كممثل حلو فخلاص انا بمثل كده. لان دي حاجه انا بحبها من اول ما بدات احب الفن. في حته انه في حد كبير انت عايز تشتغل معاه ياكدها لك طول الوقت، وبالعكس كمان ده بيديك الفرصه انك تحققها في ادوار. طبعا ضافوا لي كتير جدا جدا، خلوني اكتشف الحته دي بالذات واثق فيها جوايا. المخرج محمد ياسين شافك اول مره على المسرح. طب انت ما كنتش خايف كممثل على المسرح ان انت تتجه بقى للسينما والتلفزيون؟ لانه برضو التمثيل على المسرح غير التمثيل في التلفزيون وفي السينما. غيرت ايه في طريقه ادائك عشان تبقى مناسبه للسينما وبعد كده للتلفزيون؟ والله انا عايز اشرحها بالبلدي كده. يا ريت. انا بشوف انه بسطها جدا. انا بشوف انه هي مش للدرجه دي، هم شيئين مختلفين خالص. لان انا في اوقات كنت بعمل مسرحيات وكنت بحس ان الشخصيه مش محتاجه تعمل الاداء المبالغ فيه مثلا اللي احنا بنتطلبه في المسرح، لانه انت الجمهور قاعد بعيد عنك ولايف معاك، فهو لازم يشوف كل التعبيرات. الصوت يعني هي مرتبطه بكده على فكره، لانه في ناس بتعتبرها ان اوفر ريتد فانت اوفر، لا هي مرتبطه بالجمهور قاعد فين او شايفك ازاي. في النهايه الكاميرا ادق، فهي سنس ما بين الحاجتين اكتر ما هي حاجات معينه لازم الممثل يعملها قبل ما يدخل يصور، او لو داخل والستاره تفتح عليه. فانا مش بشوف ان هم حاجتين مختلفين، ولا بشوف ان هم ما بينهم جاب كبير جدا. وعندنا ناس امثلات كبيره جدا طبعا من اساتذتنا، يعني بدأوا مسرح. في النهايه انا بشوف الدور كمان بيتطلب ايه، لانه اوقات انت ممكن يجي لك دور في التلفزيون ويحتاج المساله دي، بس هيتعمل بأني سنس. ده بقى ايه؟ خبرات متراكمه ليها علاقه باحساسك بالكاميرا نفسها هيبقى عامل ازاي، زي ما انت خدت خبرات متراكمه في حته انا ازاي اعبر عن ده وانا على الخشبه. هي نفس الفكره. فما عملتش حاجه بعينها فعلا يعني خالص. انا بس حسيت المكان، حسيت الكاميرا فين دلوقتي مني. مع الوقت طبعا بقى احساسي بيها اكبر. بس ويمكن كمان اللي ساعدك انك اشتغلت مع ناس حابه قوي الشغلانه وشايفه فيك ابعاد كتيره، ومدين لك فرص كمان ان انت
تجرب شخصيات جديده. فده بيخليني عايزه اسالك يعني انت كممثل بتدور على ايه في المخرج اللي بتشتغل معاه؟ ايه الحاجات اللي بتحس ان هي لو موجوده بتقدر تسلم نفسك كده وانت مطمن كممثل؟ اكيد انه ما بقاش زهقان من اسئلتي، بتسال لانه كتير؟ اكيد بسال كتير. وبالمناسبه يعني هو اوريدي مثلا حد زي استاذ محمد ياسين او استاذ مروان حامد او كريم، اوريدي دول من نوعيه المخرجين اللي جايين اصلا مخلصين لك الاسئله حتى اللي انت مش سائلها. مهم. فهي دي الفكره، لان ده بيخلق نوع من التواصل ما بينك وبين المخرج. هو عايز الحاله او الشخصيه في السيتويشن ده عامله ازاي. فانت كممثل بتفكر في مليون حاجه، انت ما بتفكرش بس في الكلمه اللي انت بتقولها، انت بتفكر هو جه هنا منين وليه وازاي وبيعمل. هل انا مطالب منه انه يبقى واضح عليه كبني ادم دلوقتي الشخصيه، هل هي مطلوب مننا تبقى واضح عليها اللي احنا عايزين نوصله، ولا المفروض تبقى مدارياه؟ اسئله كتير جدا. لما بتتجاوب لك انا بالنسبه لي بتبقى خلاص انت في تفاهم ما بينك وبين المخرج، متخطي فكره ان انت تستنى انه في اللوكيشن يحصل تكتشف تعديل بقى. اداء. ايوه صح. فاهمه الفكره؟ وحاجه تانية فكره انه ما هو ده جزء من التفاهم، وفكره انه يبقى مآمن بيك بجد. لانه اوقات كتير انت ممكن تقابل مخرجين وعادي هو شايفك مش زي ما انت مثلا شايف نفسك في الدور، او مش زي ما انت شايف تفاصيل الدور ده بالشكل ده. فكل دي حاجات مهمه. طبعا انا بعتبر انه جزء كبير جدا في اي عمليه فنيه، مش بس المخرج، انه العلاقه الانسانيه بتفرق جدا في كواليس العمل. فبالذات كمان المخرج والممثل، دي علاقه انا بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا. طب انت من تجربتك بتحس ان المخرج بيدور على ايه في الممثل بعيد طبعا عن الموهبه؟ مم. الصدق اكيد، لانه اي مخرج في الدنيا عايز يحكي حدوته، مش عايز يحس انه في تمثيل. مم. اعتقد يعني ده في اعتقادي، او انا لما بتفرج على الاعمال بالشكل ده اللي التمثيل فيها زي ما بنقول كده بالبلدي دايب، مم. يعني الناس انا خلاص بحسش كلها ان بقت في شخصياتها. اعتقد دي بتبقى اكتر حاجه ممكن تبسط اي مخرج في الدنيا، لان هو عايز يحكي الحدوته بره كل الطبقات بتاعت انه دول ممثلين ودي حدوته وبنحكيها في التلفزيون. هو اكيد عايز يهرب بره كل ده عشان الناس تصدق الحدوته ويوصل لها كويس يعني. انت قلت على التمثيل حاجه عجبتني ان هي عامله زي لعبه البينج بونج. طب ازاي بتقدر تلعب مع الممثل اللي قدامك مش ضده عشان تكسبه سوا؟ اولا ان احنا الاتنين نبقى عندنا نفس درجه الادراك والوعي بالسيتويشن اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا هنتقابل فيه دلوقتي جوه السيناريو. لانه الوعي ده هيفرق في مثلا زي ما حضرتك قلتي ازاي بقدر ما بقاش عايز اكسبه ونبقى احنا الاتنين طالعين كسبانين. مم. هو كده كده لو احنا نفذنا المطلوب من الورق والشخصيتين فيهم الحاله دي احنا الاتنين كسبانين. بس بالعكس ازاي الجمهور كمان كسبان. بتخلق الغطاء ده ازاي ما بينك وما بين الممثل اللي قدامك؟ ما هي مساله وعي وتفاهم واحساس ان احنا الاتنين جايين عايزين نمثل المشهد، مش عندنا اهداف تانية ليها علاقه بمهنتنا. انت بتنسى كل الكلام ده وانت داخل المشهد. انا خلاص انا مش تامر اللي عمل كل المسلسلات اللي فاتت دي، انا دلوقتي في سعد، فما بفكرش في حاجه غير سعد. فكرش الا سعد بيعمل ايه مع عوني دلوقتي او بيعمل ايه مع نرجس دلوقتي. فخلاص هو ده اللي بيخلق ده. وطبعا طبعا طبعا لو حد مثلا زي ريكو او زي حمزه، احنا اوريدي اشتغلنا مع بعض وما بيننا علاقه ففي انسانيه already تربطنا ان احنا نبقى قادرين نتفاهم، قادرين نضيف لبعض، نشاور لبعض على حاجات ممكن عند كل واحد فينا. طبعا ده بيعلي المساله اكتر واكتر طبعا. بس في حاجة برضو انت قلتها عجبتني، انه لما بتشتغل مع ممثل كبير او بتخش اي عمل انت كممثل مش مطلوب انك تخاف، مطلوب منك انك تكون محضر نفسك كويس. وطبعا باين من كلامك ومن ادوارك انك شخص مجتهد جدا، بركز جدا، بتحاول تقدم حاجة صادقة. وده بيخليني عايز اعرف منك بقى البروسيس بتاعك ايه؟ يعني لما بتخش مشروع، لما بيجيلك السكريبت، بتبتدي منين؟ بتبني الشخصية دي ازاي؟ اولا ببتدي بان انا اقرا الروايه كذا مره، م. لانه انا محتاج اسافر في هذا العالم وبعد كده اشوف بقى الشخصيات بتقول ايه وعايزه ايه وايه اللي بيحصل. انا محتاج اروح اصلا في الحته دي. يعني لو بنعمل حكايه نرجس انا لازم احس ان انا في شبرا، ولازم احس انه حدوته الست اللي عندها هذه الازمه النفسيه، عشان اقدر
اروح للعالم ده، بعد كده اشوف بقى سعد بقى هناك بيعمل ايه. مم. وده طبعا بالجلسات اللي بتبقى مع المخرج، الاسئله اللي قلت لك عليها، فكره انه انت بتجاوب على كل الاسئله المرتبطه بالمكان والزمان والشخصيه وروحها ونفسيتها والحاجات اللي ممكن تكون مرت بيها حتى لو الجمهور مش هيشوفها في مم. الاحداث. يعني التاريخ بتاع الشخصيه شيء مهم جدا لبنى الشخصيه، حالتها هتبقى عامله ازاي. وده طبعا مش بالشكل النظري ده، يعني المساله بتبقى اكتر عشوائيه بالنسبه، يعني انا شخصيا بالنسبة لك. انا عشوائي اكتر في الموضوع ده. يعني طبعا بهتم بالنفسيه اهم حاجه، يعني روح البني ادم ده لازم اوصل لها الاول قبل ما افكر في شكله ونظرته والبادي لانجوج بتاعه. كل الحاجات دي بالنسبه لي بتبقى نتيجه بعد كده، بعد ما بنبقى خلاص وصلنا البني ادم روحه عامله ازاي، طلته عامله ازاي، لو دخل علينا من باب دلوقتي هيبقى عامل ازاي. يعني للوهله الاولى دي، انا بالنسبه لي اللحظه دي اهم لحظه. لما بوصل لها في الشخصيه ببقى عارف ان انا خلاص كده انا اقدر ادخل بقى امثل اللي جوايا. انت اتكلمت عن روح الشخصيه اللي انت بتمثلها، وطبعا ده باين في كل شخصيه بتمثلها، بس انت احيانا كتير كمان مثلت شخصيات حقيقيه، ان كان في مسلسل الجماعه او في فيلم الست مؤخرا. لما بتضطر تمثل شخصيه حقيقيه، هل بتحس انه بيبقى عبء عليك كممثل ان انت مش بس لازم تبقى بتقلد الشخصيه دي صح لانه الجمهور عارف شكلها او عارفها يعني بشكل او باخر، وفي نفس الوقت ازاي بتقدر تلاقي التوازن ما بين ان انت تقلد الشخصيه دي صح وتدور على روح الشخصيه زي ما بتقول؟ م- برضه هخلي تقليد الشخصيه اخر مرحله. مم. طبعا هي بتتغذى، يعني انا مثلا في الست الاصابجي ما كانش عنده داتا تقدر تخليني اخد صوته، اخد يعني الداتا الوحيده هي الحفلات، الداتا بالظبط. الصريحه هي الحفلات. ودي اللي اعتمدت عليها بشكل كبير، على حته ان انا اوصل الراجل ده، لان هو كمان تشريحيا هو مش انا خالص، يعني ملوش علاقه بيا خالص جسمانيا تماما. فعشان اقدر اوصل لده اتفرجت طبعا على الحفلات، بس كان الاهم بالنسبه لي مين الراجل ال- العظيم قوي كده في مهنته، وفي نفس ذات الوقت قرر يقعد على كرسي ورا ست. ما هو المسبب؟ هو ازاي قدر يبعت لها جوابات 40 سنه؟ هي دي الحاجات اللي كنت اديتها زمن اكبر عشان اصدقها واحسها وتكون جوايا، ما تكونش خلاص انا عامل شكل الاصابجي وقلت الكلمه فتمام. فطبعا لازم اوصل لروحه برضو الاول، نفس الفكره. لانه مش مهم الناس عارفه ان ده تامر وعارفه انه ده الاصابجي، بس تامر بيعمل الاصابجي. ما اعتقدش انه الناس هيبقى همها الاكبر انها تشوف شكل الاصابجي اكتر ما همها الاكبر انها تحس الاصابجي ده كان بروح بيتكلم كلامك. ازاي. لما حبها او اتخانق او غار انه هي ممكن تسيب الفن بعد كل ده، عمل ايه. رؤيته لحب رامي وحب الناس من حواليها، وهو كل ده بيبعت جوابات في صمت ايه. فاعتقد لا بالعكس، ده اللي يثير فضول الناس اكتر، وده اللي بالنسبه لي انا كمان يمتعني وانا داخل بعمل شخصيه حد زي الاصابجي. فهي دي برضو البروسيس، ان انا لازم اجل التفاصيل الشكليه للاخر، الروح اهم دايما طبعا. الروح اهم حاجه، بس ده بيخليني برضو اسالك، يعني مثلا بفتكر كلمه للنجمه العظيمه ميريل ستريب، كانت بتقول انه لما بتمثل مش بتحاول تقلد شخصيه تانية، بتحاول تشوف التشابهات ما بينها وما بين الشخصيه التانية حتى لو يبدو ان هم يعني اشخاص مختلفين جدا عن بعض، لانه بتقول دي الطريقه الوحيده اللي انا اقدر اقدم الشخصيه بطريقه حقيقيه، ان انا ابقى متعاطفه معاها واحبها حتى لو هي شخصيه صعبه وبعيده عني جدا، عشان الجمهور يقتنع بيها. وحاسه ان انت عملت كده طبعا مع شخصيات كتيره، وكنا بنتكلم على سعد من شويه، بس ازاي مع شخصيه كريهه زي سعد عرفت تتعاطف معاها وتحبها عشان تخلينا احنا نكرهها كجمهور؟ ما انا لازم اامن بافكاره حتى لو انا مش مؤمن بيها في الحقيقه او ضدها في الحقيقه، لازم اؤمن بيها عشان ابقى مصدقها، ما بقاش بعملها زي ما حضرتك قلت. هي دي الفكره، انه هو سعد شخص شايف انه من حقه اي حاجه في ايد اللي قدامه. فانا لازم احس وانا في الاحداث ان انا طول الوقت مين في ايده ايه. انا بدور، مش مستني السيناريو يقول لي، لا انا طول الوقت في اي مشهد هدور مين في ايده ايه ينفع سعد يطمع فيه. عشان ممكن يبقى
ممكن هنا نشوف رياكشن فنفهم سعد من غير ما نقول يعني. لان دي برضه نقطه مهمه، انك تبقى شايف سعد من الاول من غير ما تبقى عارف هو هيعمل لك ايه في الاحداث. يبقى واصل لك احساسك ان الشخص ده لو دخل عليك وقاعد معاك في قهوه ولا داخل عليك كضيف، انت اول ما يدخل انت هتحس بايه. يعني زي فكره انه الناس طاقات في النهايه، فطاقه سعد هي عامله كده. فانا عشان اوصل للطاقه لازم امن جدا هو انه عنده حق انه يستغل الحاجات دي. ما هو الحاجات بتيجي لغايه عنده فيستغل. فالتصديق هو اللي بيخلي الناس تصدق يعني، اعتقد برضه. بس هو ده اللي انا بعمله، ان انا لازم اعمل كده، لازم امن بسعد حتى لو افكار. بالعكس، هو انا لا، لو امنت بسعد كويس جدا فهيوصل للناس قد ايه شر وعامل كده، فهناخد بالنا من الشخصيات اللي من النوع ده اللي بتعمل الافعال دي. بس انت طبعا عملت الدور بعظمه، وكل الادوار اللي انت بتقدمها دايما بنحس فعلا بكل كلمه انت قلتها. بتدور على الروح، بتدور على انك تفهم مفتاح الشخصيه ايه، وزي ما قلت في البروسيس بتاعك انك تسال نفسك الشخصيه دي اصلا بتفكر كده ليه، بتدور على ايه، بتهرب من ايه. فخليني اسالك، تامر نبيل بقى ايه مفتاحه؟ ايه الحاجه اللي بيدور عليها وايه الحاجه اللي بيهرب منها؟ اللي بدور عليها السلام. انه تقدر توصل في يومك انك يبقى عندك لحظات انت مش عايز حاجه، انت عارف ان انت بتتنفس، قاعد كويس، كل حبايبك كويسين، بلدك كويسه، كل حاجه كويسه. اعتقد السلام ممكن هيبقى اكتر حاجه الواحد بيدور عليها. بخاف من ايه؟ مش عارف، بس ممكن اكيد حاجات كتير، اكيد حاجات كتير. يعني بس اكتر حاجه اوقات كتير جدا بيعدي عليك لحظات خوف انك تبطل تخاف من الحاجات. بتخاف ما تخافش من الحاجات. بالظبط، لانه انا بشوف ان الخوف شعور انساني طبعا، مش الخوف مش الزياده، مبالغ فيه طبعا، ولكن انت كل ما بتخاف من شيء وبتعمل حسابه بتقدر تفهمه اكتر، بتقدر تتقنه اكتر. فبخاف ان الواحد يوصل في مرحله من كتر ما عمل حاجات انه يبقى خلاص. لا بالعكس، يعني ان انا ادخل عمل وابقى مش خايف، دي حاجه تقلقني جدا. يعني ابقى مش خايف انا هعمل حاجه زي ما انا بفكر فيها ولا لا، زي ما المخرج عايزها ولا لا، هتبان للناس ولا لا. لا، اخاف جدا لو انا ما خفتش. طب ايه المخاوف اللي كانت عندك وتخلصت منها؟ مش فاكر. ممكن انا مثلا شخص ما كنتش اجتماعي قوي، بس مع الوقت ما بقتش بنسبه كبيره جدا، ولكن مع الوقت قدرت اعالج ده. آه، مش بس يعني مفيش حاجه ثانيه حضراني دلوقتي. طب لو حد بيمثل شخصيتك، ايه مفتاح الشخصيه دي؟ ايه الحاجه اللي لازم يفهمها كويس عنك عشان يقدر يقدمك صح؟ لو فهمها يقول لي عشان انا مش فاهم. عارف ماريون كوتيار الممثله الفرنسيه؟ اوكي. دي ممثلتي جميله المفضله. حبيبتنا كلنا. ممثلتي المفضله. كانت بتقول انه مع كل فيلم بتعمله، كل شخصيه بتمثلها بتكتشف جوانب اخرى بشخصيتها. انت مثلت شخصيات كتير، اكتشفت ايه عن نفسك مع كل الشخصيات اللي انت مثلتها؟ صعب قوي السؤال ده، صعب لانه مش هي ما بتبقاش انت بتخرج من الشخصيه فتكتشف حاجه المره دي. لا اكيد بتبقى هي ناتج. بتبقى دايبه اكتر. واعتقد اني مع الوقت فهمت اني عندي الامكانيه اني ابقى بتقن الاشياء شويه على قد يعني. عندي عندي مشكله يعني فكره perfectionist طبعا تدور على طبعا جدا جدا، لانها مزعجه. اوقات بتبقى مزعجه، اوقات بتبقى لا، هي المساله مش محتاجه ان انت تبقى كده قوي. بس هل بتحس انها بتفيدك اكتر ما هي بتزعجك؟ لما بقدر احولها انها تبقى في الاتقان والتركيز من غير ما تبقى صداع مخليك متردد حتى وانت بتنفذ، بتبقى لطيفه جدا. بس لو وصلتك للتردد وانت بتنفذ الحاجه دي بتبقى مزعجه بالنسبه لي جدا جدا. امتى صوتها بيعلى؟ لما بيبقى في حاجه غلط،
في الغالب يعني الى حد ما لغايه دلوقتي انا ترمومتري في الحاجات دي مظبوط. لما بيبقى في حاجه غلط حتى يعني مش شرط تبقى عندك، اوقات بتبقى في المحيط، بحس ان هي بتزن زياده، تقعد بقى الالارم ما بيقفش. وساعتها الخبرات بتديك شويه حلول ان انت تقدر تتخطى بيها الموقف، لانه مش دايما انت بتبقى في ايديك ان انت تحقق كل حاجه زي ما انت عايزها. اكيد، بس يعني بحس برضو انه الاشخاص البرفكشنست زيك بيقدروا يوصلوا لنتائج عظيمه في شغلهم، في الحاجه اللي هما بيقدموها، بس برضو بحس انه النضج الفني اللي احنا شايفينه على الشاشه، كل الادوار اللي انت بتقدمها اكيد وراه نضج انساني. اكيد. ايه التجارب والصدمات اللي انت مريت بيها اللي شكلت مخزون عندك اللي النهارده طالع بالنضج الفني اللي احنا شايفينه؟ حاجات كتير قوي. احنا قاعدين في حاجات كتير ما وراناش اي حاجه. بس يعني خليني اقول لك انه اكيد دايما، وما اقصدش اقول بيها حاجه حزينه للناس، بس اكيد دايما تجارب الفقد او وفاه حد او كده، هي اكتر تجارب بتخليك تتامل جواك اكتر، ما بتبقاش مع السيركل بتاع الدنيا بتاع السعي في النجاح وفي المكاسب وفي الحاجات دي كلها. فاعتقد دي اكتر تجارب، لاني مريت بيها مثلا على مستوى والدي طبعا ده مؤخرا، على مستوى صديق من الاصدقاء اللي كانوا من الناس اللي كانت بتلعب معانا مسرح وكان ليها تأثير بشكل ما، ليه علاقة بانك برضو تثق في نفسك اكتر وتحس ان انت انا قادر اعمل الحاجة دي. التجارب دي طبعا سابت فيها حاجات، وطبعا تجارب كمان فقد انك تبقى مثلا داخل خلاص المسلسل فجأة ما يبقاش بتاعك وانت حابب الدور جدا وحابب تعمله، حتى على المستوى العملي. يعني انا بتكلم حتى الفقد على المستوى العملي بيعلمك حاجات، بيعلمك انه هي دايما مش لازم تبص على اللي انت عايزه بس، مش لازم تبقى طول الوقت مستني حاجة بعينها من غير ما تفهم هي ليه ما جاتلكش او هي ليه ما جاتلكش دلوقتي، لانه مش دايما التوقيت بتاع البني ادم. يعني الوقت دايما بعتقد ان هو ده النصيب، انه الوقت دايما انت بتبقاش عارف توقيت الحاجة هتجيلك امتى او شكلها هيبقى عامل ازاي، لان وارد انت تبقى بتحلم بشكل معين فتلاقي نفسك الشكل اللي جايلك ده افضل بكتير بس انت مش عارف تستقبله لانك مصر انه لا انا عايز ده. فدي برضو من الحاجات اللي اثرت فيا. اتعلمت مع الوقت، مش فاكر امتى برضو، بس اتعلمت انه مش حب اللي انت بتعمله غذيه وطوره واعمل كل حاجه، بس ابعد دايما عن، ودي اكتر حاجه برضو من الحاجات اللي بتخوفني جدا، حته انك حبك لشيء او احساسك بالتميز في شيء ان نسيك انه مفيش حاجه مميزه اصلا في الدنيا. يعني مش لازم تبقى طول الوقت بتربط ما بين خطواتك ونجاحك دلوقتي بانه خلاص انا بقيت كده. يعني لانه في حاجات كتير اعظم، يعني لو هنحسب بالمساله دي لا عادي، انت بتعمل مهنتك، بتعمل المهنه اللي انت بتحبها، وده شيء مش كل البني ادمين بتقدر توصل له. فتمام، حلو، فدي نعمه اكتر منها تميز عندك. فدي اعتقد ده من اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها مع الوقت. يعني بتخاف تحس بالتميز ولا بتخاف من الغرور اللي ممكن يجي للواحد لما يبتدي يحس ان هو بالزبط. مميز؟ بالظبط، هي دي الفكره، انه كلنا بنحاول نعمل حاجات تضيف للدنيا، لانه اعتقد انه دي اكتر حاجه ممكن تخلي الواحد راضي عن نفسه كبني ادم، مش انك مميز فالناس كلها بتشاور عليك. الفرق ما بين المعنيين دول. بخاف طبعا من الحته اللي هناك دي جدا طبعا. اتكلمت عن فكره طبعا ان الواحد لازم يخاف من الغرور اللي ممكن يجي، بس ايه اكبر فخ ممكن يقع فيه الممثل لما يبتدي يتشهر بعيد عن الغرور طبعا؟ وفخ انت ممكن تكون وقعت فيه وعرفت تنقذ نفسك. وارد، يعني وارد في مراحل تانية اقع فيه، لانه في النهايه انت مع كل افكارك دي
انت برضو معرض ان افكارك دي تروح مضروبه فجاه، يعني يحصل لها حاجه، تضعف، اي حاجه من الحاجات دي. مهم. آه، اعتقد انه مش عارف، بس هي هتفرق من كل بني ادم للتاني. بس ايه اللي ممكن يوقعك في ده، ايه اللي ممكن تقع فيه مع ده، انه تقف، ما تطورش، ما تبحث. لان هو في النهايه انا بحس انه كلنا كفنانين، حتى لو انا كنت ممثل او مخرج او رسام او كل الحاجات دي، انا بعتقد ان التالنت نفسها الاساسيه هي انك انسان بتبحث جوه الانسان. فلو انت بطلت تبحث مش هتروح في حته، خلاص يبقى انت كده خلاص ده اخرك. فهو ده اللي ممكن يجي لي فخاف منه برضو يعني. او ده اللي ممكن يحصل لو انت بدات تحس انك خلاص بقى انا عملت كده، هتقف مش هتتطور، ولو ما اتطورتش انت مش هتروح في حته تانيه. طب ايه النصيحة اللي كنت تتمنى انه حد يديها لك قبل ما تخش الطريق ده؟ أه، اعتقد ان انا خدتها بشكل مباشر او غير مباشر، من كل اساتذتنا بقى اللي قابلناهم في المسرح، او حتى من فرجتي لاساتذتنا اللي كانوا بيمثلوا، انه اهم شيء في الفن انك طول الوقت تبحث وتعرف نفسك اكتر. فانا اعتقد ان انا لا خدت النصيحه دي، ما اعتقدش ان في نصيحه اهم منها، لانه دي اكتر حاجه بتخليك طول الوقت تستمر، ما تقفش عند حته وخلاص يبقى كل حاجه خلصت. طب ايه النصيحة اللي بتسمعها كتير وشايف انها مؤذية لأي حد يمشي وراها؟ آه، يعني بالنسبه للممثلين انا يعني في الحته بتاعت انه الناس حبتك كده فافضل اعمل كده، انا بشوف ان دي نصيحه بتبوظ ممثلين كتير. آه، حته ان يبقى في ناس حواليك ب... ما بتشاورلكش على الحاجات اللي انت اخطأت فيها اكتر ما بتشاور لك على وهي بتسقف لك. اعتقد دي الحاجات لا بس. طبعا، بس في ظاهرة عايزة أسألك عليها. يعني دلوقتي يمكن أكتر من أي وقت المخرجين والمنتجين بشكل واضح يعني بيختاروا كتير في الكاستنج ممثلين أو ناس حتى ممكن ما يكونوش ممثلين بيست على عدد الفولورز بتاعتهم على مم. السوشيال ميديا. هل ده بالنسبة لك واقع لازم الواحد يتقبله، ولا طبعا دي ظاهرة ممكن تبقى مؤذية جدا لناس كتير موهوبين بس يمكن ما عندهمش حضور على السوشيال ميديا أو غيره؟ موضوع شائك قوي عايزين بس اقول نسمع لك كل اقول لك على حاجه. انا بشوف في النهايه المنتجين او المخرجين او الناس اللي بتفكر بالشكل ده، في النهايه هي بتعمل تجارب، لما بتقعد مع نفسها بتفهم التجارب شكلها عامل ازاي. فانت بتشوف النتيجه حتى لو ما كسباك على المستوى المادي، بس بتشوف النتيجه وبتشوف هل انت هتبقى المنتج اللي تاريخه مليء بهذه الاعمال، ولا هتبقى المنتج اللي تاريخه مم. كلنا عمالين بنتفرج عليه كل شويه. في النهايه هو اختيار ما نقدرش نتحكم فيه، لان هو انا مش عارف بالغصب ولا ايه، بس هو احنا بقينا المنظومه الكبيره دي عالميا بقت هي اللي متحكمه شويه في حقيقي. المساله، زي ما كان في وقت من الاوقات الاعلام بيتحكم في يعني ما هي المسائل عامله كده. بس دي المسائل التجاريه، مم. فالمسائل الفنيه كل واحد بقى بيختار. فبحس ان هي اختيار، يعني ما نقدرش نعترض وما اقدرش اخليها حرب، لان هي مش حرب. هو في النهايه اللي بيقدر عنده فن يقدمه يلا ارجوكم، يعني فاهمه، لانه احنا عايزين انواع كتير مش عايزين نوع واحد. لان نوع واحد دي برضه مش احنا، يعني مش في مصر يحصل نوع واحد، ده شيء صعب جدا هي دي الفكره، انا شايف ان ده شيء صعب جدا ان احنا أكيد. مثلا نقول الافلام المعينه دي بتنجح يلا كلنا نعمل نفس الافلام. انا بشوف ان دي حاجه لا مش هنا، دي بداية الفشل يعني أصلا دوم لما يعملوها يبتدوا. أيوه. في دوله اخرى في حاجه اصغر، يعني مش عندنا احنا اللي نتقال عايزين نوع واحد عشان ده اللي بينجح بس. فبشوف اختيار، فكل واحد براحته يعني. اه آه. مم. تامر، لو فتحت الباب ولقيت تامر الصغير، إيه أكتر حاجة هيكون فخور فيها إنه يشوفك النهاردة بالشكل ده؟ مش عارف، بحس ان انا ما ينفعش اقول على نفسي كده. ليه؟ بحس بالعكس. يعني بحس كده والله، لا بحس كده يعني بالعكس هو يعني اوقات بيوحشني، هو يعني اوقات طب إيه بيوحشني اللي اختلف؟ اللي اختلف اكيد. ما هو النضج
والخبرات دي بتصاحب معاها خذلان، اوقات بيصاحب معاها حاجات اتاخدت منك، حاجات انت فقدتها، بتصاحب حاجات اخرى. فهي كل حاجه دايما قصادها حاجه، مفيش حد بيكسب طول الوقت، مفيش حد بيخسر طول الوقت. ف بحس ان مش عايز يعني، لو هشوفه عشان يفكرني بشويه حاجات اللي هي زي ما كنا بنقول الصافيه، اللي ما فيهاش اي تفكير كتير. النوم اللي كان بينامه هو، لانه احنا ما بننامش قد ما كنا بننام واحنا صغيرين. ممكن دي الحاجات اللي توحشني، لكن مش هحب اشوفه عشان نتحاسب. لا. لا مش تتحاسب، بالعكس مم. ممكن يكون يعني انت او كطفل لو فخور. شفت النتيجه اللي انت وصلت لها تبقى فخور بالمشوار اللي انت مشيته. هبقى فخور اكيد، هبقى فخور، بس اقصد اقول يوم ما هقابله هفتكر حاجات عنده اكتر ما هبقى حابب احس انا دلوقتي اني انا عملتها، يعني فاهمه؟ يعني الشعور ده اكيد حلو وكل حاجه، بس هتخطاه اكتر. مش ما ببقاش عايز اقف عند شعور اني وصلت لحاجه معينه ونجحت وعملت انبسطت اللي جاي، يعني فاهمه؟ انا كده شويه. انت اتكلمت على الفقدان وفقدان والدك، ايه المشهد او اللحظه اللي كنت تتمنى ان هو يكون عايش فيها عشان يشوفك فيها؟ اكيد لحظه زي اللي احنا فيها دلوقتي، عشان هو كان هينبسط جدا. تعيشوا تفتكروا. ربنا يخليك. طب تامر، لو فتحت باب تاني ولقيت تامر بعد 20 سنة مم. وليك الحق انك تسأله سؤال واحد عن المستقبل، هتسأله ايه؟ عن مستقبلك طبعا. هقول له هديت استقريت، بس يعني بطلت قلق، يعني هبقى بساله عن الحاجات دي اكتر. مش حاجة معينة؟ لا مش حاجه معينه. طب وتفتكر مش انت حاجه بعد معينه. 20 سنة هتبقى قلقان اقل مثلا؟ ولا القلق ده هيزيد؟ ما هو انا خايف يزيد بس هي دي الفكره، ان انا خايف يزيد طبعا. بس يعني اعتقد ان انا يعني حتى الان مخليه مسيطر عليه. مخليه مسالم، مش ما بيأثرش بشكل سلبي قوي، يعني اعتقد. عشان كده دايما انا بحب اللحظات اللي بيبقى عندي فيها تصوير وبروفات والحاجات دي. انا بالنسبه لي دي اكتر لحظات انا بحس ان انا هادي فيها. بس ده بيخليني أسألك، هل التمثيل وسيلة عشان تستخبى ورا الشخصيات دي؟ ولا وسيلة ان انت تواجه نفسك اكتر؟ والله وارد الاثنين واردين، اوقات بتيجي كده واوقات بتيجي كده. بس هو حاجه انا لما يعني الشغف ده وداني فيها، هي حاجه لان انا بحبها، ما اخترتهاش عشان اخرج من الحاجات دي. بالعكس اوقات كتير بتنرفز منها لاني عايز افتكر نفسي، لانه اوقات كتير انت لما الحاجات بتبقى ورا بعضيها انت ما بتبقاش عارف هي حركه الايد دي بتاعتي ولا كانت بتاعت حاجه ثانيه، ولا يعني كده يعني. الشخصيات بتفضل عايشة جواك؟ مش مش بالمعنى اللي مش هو بالمعنى الاوفر اللي هو بتاع انا جوه الشخصيه انا جوه والحاجات دي، الشخصية. لا خالص، مش الدرجه دي. بس طبيعي انه بتنسى نفسك برضه. جهازك العصبي والنفسي والحاجات دي كلها بيتبقى فيه شويه الحاجات اللي انت ضفتها له. مهم. ايه بيتبقى منها على طول، ايه بيتغسل ويمشي على طول، ايه اللي بيتبقى نصه. حقيقي اوقات كتير بتبقى مش عارف. انت اتكلمت على فكرة ان انت التمثيل يعني مش بس جزء من حياتك، ده حب عمرك. م. هل في حياة الفنان مكان لحب غير حب فن؟ هو بيتمنى الفنان بس بس الحقيقة ايه؟ ما هو اوكي يتمنى حاجة مش والحقيقة حاجة عارف تانية. مش عارف. لا بتمنى طبعا، مم. بتمنى. ما عنديش مش واخد قرار في حياتي انه ما يبقاش في حب تاني. بالعكس، اي انسان في الدنيا محتاج شريك ومحتاج رفيق للطريق ده، طبيعي. بس أول الفن خد وقت كتير جدا، ده حقيقي. يعني أعتقد إنه ممكن، مش عارف، بس أنا برضو بعتبر إن ده قدر وتوقيت، يعني مش حاجة أنا قاصدها أو حاجة خدت من حاجة. بس لو على مستوى الوقت وعلى مستوى التركيز وعلى مستوى إنك منغمس جدا في المسألة الفنية، الفن يعني ضرة شديدة ده حقيقي. لو حياتك كانت فيلم او كتاب كنت سميته ايه؟ ايه ده؟ طب ما تسموه انتوا، مش عارف لا انا اللي اسميه. طب هقول لك اسهل من كده، آه. الفصل اللي انت فيه حاليا تسميه ايه؟ ايه ده؟ دي صعبة قوي، صعبة جدا، بس نفسك تسميه ايه؟ نسهل اكتر. خليني اقول عليه نقطة البداية.
نقطة البداية. مم. كل اللي فات قبل كده سنين المسرح والشغل وكده. ما هو من غير اللي فات مش تيجي نقطة البداية. مهم. يعني هم مترابطين مع بعض بشكل كبير، بس لو هسمي دلوقتي لا، نص البداية. أنا بالنسبة لي دي البداية. ويا رب تبقى بداية حاجات أجمل وأحلى. وعايزة أشكرك إن أنت كنت ضيفي، وعايزة أشكرك على فنك ونضجك وعلى إنسانيتك، لأنك كنت بتتكلم على أهمية إنه في المجال ده الواحد يبقى إنسان. وفعلا الواحد لما بيتكلم معاك بيحس قد إيه أنت إنسان يعني فعلا مؤمن وصادق في اللي أنت بتعمله. أنا اللي بشكرك يا نسيمة بجد على الكلام، يعني أتمنى أكون على قدره جدا جدا، وأشكرك على الضيافة الهائلة لا دي. إزاي، ثانك يو، ربنا يخليكي، ميرسي جدا. شكرا. شكرا.